في صيف 1998 منتخب مصر ما كانش رايح بطولة، كان رايح رحلة ما حدش تقريبا كان متوقع إنه يرجع منها بأي حاجة. ناس كتيرة كانت شايفة إن الجوهري خلاص، وإن الجيل ده عمره ما هيعمل حاجة، وإنه بقى مجرد جيل عواجيز. بس جوه الطيارة اللي سافرت بوركينا فاسو كان في حكاية تانية خالص، حكاية محدش كان شايفها. الحكاية دي هي اللي عملت الأسطورة. خلينا نرجع شوية ونشوف الرحلة دي بدأت إزاي، عشان اللي حصل بعد كده ما كانش متوقع من أي حد. اسمع القصة دي للآخر عشان تفهم يعني إيه تتحول من شك لأسطورة. ولو مهتم بالكورة وحكاياتها فأنت مكانك معانا هنا. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس وركز معايا عشان القصة دي ما بتتكررش كتير. وزي ما احنا متعودين مع بعض لازم نرجع شوية الأحداث قبل البطولة عشان أقرب لك الصورة وأنقلك للزمن ده. قبل ما نوصل بوركينا فاسو كان في طريق طويل، طريق ما كانش سهل ولا مضمون ولا حد كان واثق إننا هنكمله. تصفيات كأس الأمم الإفريقية 98 كانت اختبار حقيقي للمنتخب. منتخب مصر ما صعدش بالراحة ولا من بدري، صعد بفارق نقطة واحدة بس عن السنغال، نقطة فرقت بين التأهل والخروج. ضغط وحسابات وماتشات كل غلطة فيها بيدفع تمنها نقد وتشكيك وهجوم عنيف. وفي الآخر مصر عدت، بس وهي معدية كانت شايلة معاها شك كبير، شك فضل مكمل مع المنتخب لحد ما البطولة نفسها بدأت. عشان كده لما الجوهري قال للجمهور ما تستناش حاجة كان بيتكلم عن واقع. صعوبة الصعود ما كانتش معناها ان المنتخب ده ضعيف، بالعكس، كان في منتخب مصر وقتها جيل موهوب بجد. يمكن النتائج ما كانتش تطمن، لكن الجوهري كان شايف حاجة تانية. قبل ما البطولة تبدأ كان في صوت أعلى من أي تشجيع، صوت شك، إعلام مش مقتنع، وجمهور شايف ان المنتخب ده مش رايح بعيد. الجوهري نفسه ما وعدش الناس بحاجة، قالها بصراحة ما تستناش مني حاجة، كلمة خلت ناس تقول يبقى مفيش أمل. بس أكتر واحد كان تحت النار كان حسام حسن. ناس كتيرة كانت شايفة إن زمنه خلص وإنه كان المفروض يبطل كورة هو وأخوه إبراهيم. هجوم عنيف وتشكيك، بس في اللحظات دي في لعيبة بتختفي ولعيبة تانية بتستنى الفرصة. مصر وقعت في المجموعة الرابعة مع زامبيا والمغرب وموزمبيق اللي بدأنا قدامها أول مباراة. والحقيقة يعني إن في المباراة دي محدش كان مستني عرض كبير ولا كورة جميلة، كان أقصى الطموح إن إحنا نعدي. لكن المنتخب بدأ المباراة بطوفان هجمات على منتخب موزمبيق، وسيطر بالطول والعرض على البداية، ونقل اللعب لنص ملعب منتخب موزمبيق. وكان واضح إن حسام حسن العجوز واقف على رجله وبيحاول، لحد لما الكورة وصلت ناحية اليمين لأحمد حسن اللي بيعمل عرضية ناحية حسام، تترد من المدافع لحازم إمام اللي بعت جاب مسمارين صلب ومسمر الراجل بتاع موزمبيق وعدى وحطها لوب من فوق الحارس، تخبط في العارضة وترجع لحسام اللي يحطها بشماله عشان يعلن تقدم المنتخب 1-0 بعد 13 دقيقة بس. وبتستمر مصر في الضغط على موزمبيق لحد ما الدقيقة 44 ياسر رضوان عمل عرضية لحسام حسن اللي نزل للكورة وقعد حرفيا على الأرض عشان يلمسها بدماغه تروح في سقف الشبكة. ورغم محاولات موزمبيق في باقي الشوط الأول والشوط الثاني إلا إن منتخب مصر قدر ينهي المباراة بالفوز عشان يحسم أول 3 نقط. تاني مباراة هنلاعب منتخب زامبيا، وده منتخب قوي جدا في الوقت ده. ومش بس كده، ده كمان اتعادل مع المغرب أول مباراة، والمغرب كانت واحدة من المرشحين للفوز باللقب، وده ادى المباراة أهمية كبيرة قوي عند أبناء محمود الجوهري. لو وصلت معايا لحد هنا اعمل لايك للفيديو عشان يوتيوب يقترحه لعدد أكبر من المتابعين، وما تنساش تشترك في القناة بالمرة. يعني بتبدأ المباراة التانية، والحقيقة يعني إن منتخب زامبيا كان الأفضل في كل شيء جوه أرض الملعب، سيطر على المباراة تماما وعمل هجمات خطيرة جدا وهدد مرمى منتخب مصر أكتر من مرة بشكل خطير. لكن تألق نادر السيد هو اللي خلى النتيجة 0-0 لحد الدقيقة 34 لما بيجي فاول على حدود المنطقة لمنتخب مصر، يدخل حسام ويركنها على شمال الحارس بكل هدوء وثقة عشان يجيب واحد من أحلى أهداف البطولة. بيكمل منتخب زامبيا الضغط على مصر، لكن بيكمل برضه نادر السيد في الإبداع عشان يحافظ على تقدم منتخب مصر مع نهاية الشوط الأول. بدأ الشوط الثاني وكمل منتخب زامبيا الضغط، إلا إن كان واضح جدا إن منتخب مصر مركز في كل مرة يطلع بالكرة فيها وبيحاول يستغل تقدم واندفاع منتخب زامبيا ويضربهم بالمرتدات. وده اللي حصل بالظبط في الدقيقة 57 لما عبد الستار عدى من واحد والتاني ولف وسطه 180 درجة وعملها عرضية لحسام اللي بيحطها برضه على شمال الحارس وتبقى النتيجة 2-0. يسكت منتخب زامبيا؟ أكيد لأ، كمل ضغطه على منتخب مصر وساب وراه فدان مساحات. والحقيقة فكرة إنك تسيب المساحات دي للعيبة زي عبد الستار وحازم وأحمد حسن وحسام حسن، فأنت أكيد بتعمل مغامرة مش محسوبة. في الدقيقة 71 فات محمد عمارة من ناحية الشمال وعمل عرضية لحسام حسن اللي بيحطها للمرة الثالثة في نفس الزاوية عشان يسجل هاتريك في المباراة دي. لحد دلوقتي منتخب مصر سجل 5 أهداف
وكلهم عن طريق حسام حسن العجوز اللي الإعلام طالبه بالاعتزال وطالب الجوهري بعدم ضمه. وطبعا أكيد متوقعين إن منتخب زامبيا برضه ما اتعلمش وفضل ضاغط عالي جدا على منتخب مصر، وده اللي ادى الفرصة لياسر رضوان في الدقيقة 80 إنه ينفرد من بعد خط النص تقريبا ويدخل منطقة الجزاء ويحطها لوب من فوق الحارس عشان تبقى النتيجة 4-0 لمصر بمفاجأة كبيرة جدا بسبب حالة المنتخبين قبل البطولة. دخل منتخب مصر آخر جولة قدام منتخب المغرب اللي كان عنده 4 نقط من تعادل مع زامبيا وفوز على موزمبيق، والمنتخبين كانوا عارفين إن مجرد التعادل يصعد بيهم لدور الثمانية مباشرة. وفي الواقع منتخب مصر عمل أداء جيد جدا في المباراة دي، وكان ند المنتخب مليان نجوم وأسماء مرعبة زي مصطفى حجي وعبد الجليل كاماتشو وصلاح الدين بصير ويوسف شيبو وبن ذكري وغيرهم من نجوم حققوا أداء ونتائج كبيرة جدا في كأس العالم 98 اللي اتلعبت بعد البطولة دي ب5 شهور في فرنسا. لكن في آخر دقيقة مصطفى حجي بيستغل عرضية من ناحية اليمين عشان يقدم لنا تابلو فني دبل كيك عالمي، واستلف من حازم إمام المسمارين بتوع مدافع موزمبيق ومسمر نادر السيد في مكانه عشان يجيب واحد من أفضل أهداف كأس الأمم الإفريقية في التاريخ. صعد منتخب المغرب أول مجموعة عشان يلاعب منتخب جنوب أفريقيا حامل اللقب والمرشح الأول للقب. أما منتخب مصر فقابل منتخب كوت ديفوار اللي صعد أول على حساب حامل اللقب والمرشح الأول للقب. يعني مباراة صعبة جدا ويعتبر اختبار حقيقي لقدرة المنتخب ده على تحقيق أي شيء. بدأ الماتش وكان باين قوي حذر الفريقين اللي خايفين من بعض. المباراة كان فيها مجهود بدني كبير من الفرقتين وأداء فني قليل، لكن قدر الجوهري يحد من خطورة منتخب الكوت ديفوار ويلعب جيم متزن. ورغم إن كان في بعض المحاولات من الفرقتين إلا إن ما قدرش أي فريق يحرز أهداف. بالمناسبة المباراة دي كان فيها فاول من سمير كمونة من نص الملعب كان هيدغدغ العارضة. سمير كمونة في الفترة دي كان مشهور جدا برجله اللي زي المرزبة اللي ياما أحرز أهداف منها سواء مع الأهلي أو المنتخب. وتروح المباراة لضربات الجزاء اللي بتتقدم فيها مصر بفضل نادر السيد اللي صد ضربة جزاء عشان يدخل حازم محمد يحيى الحرية إمام ويحط الضربة الأخيرة ويصعد بمنتخب مصر للدور قبل النهائي بمفاجأة كبيرة سواء جوه مصر أو حتى في أفريقيا كلها. منتخب الخبراء كانوا متوقعين له المركز ال 13 صعد للمربع الذهبي، لكن مباراة قبل النهائي مش هتكون سهلة خالص لأنها قدام صاحب الأرض والجمهور منتخب بوركينا فاسو. منتخب بوركينا اللي كان صعد تاني من مجموعته ورا الكاميرون المتصدر وقابل في دور الثمانية منتخب تونس متصدر المجموعة الثانية وقدر يخرجه بضربات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة التعادل ويوصل لقبل النهائي لأول مرة في تاريخه في إنجاز كبير جدا للمنتخب البوركيني. ونروح للمباراة بقى اللي بدأها منتخب مصر قدام 25 ألف مشجع بوركيني جايين وكلهم أمل إنهم يكملوا مشوارهم في البطولة ويوصلوا لأبعد نقطة ممكنة في البطولة اللي بينظموها على أرضهم. فرصة مش هتتكرر تاني بالنسبة لمنتخب بوركينا فاسو اللي في الوقت ده كان من المنتخبات المتوسطة أو أقل من المتوسطة كمان في إفريقيا. الحقيقة إن لاعيبة مصر كان واضح جدا عليهم عدم تأثرهم بالجمهور، وكان واضح إن محمود الجوهري مجهز اللعيبة دي نفسيا وفنيا كويس جدا قبل المباراة. ورغم إن بداية المباراة كان فيها بعض الفرص لمنتخب بوركينا إلا إن منتخب مصر كمان كان له محاولات خطيرة لحد ما قدر يعملها سادس حسام حسن في الدقيقة 41 عشان تتقدم مصر 1-0 مع نهاية الشوط الأول. سادس أهداف حسام في البطولة. بدأ منتخب بوركينا الشوط الثاني بطوفان من الهجمات على منتخب مصر على أمل إنه يقدر يتعادل، وهنا يقرر منتخب بوركينا يغلط نفس الغلطة اللي منتخب زامبيا غلطها قدامنا قبل ما نعاقبه على تهوره بأربع أهداف. تقدم كبير من لاعيبة منتخب بوركينا وده عمل مساحات كبيرة ورا استغلها منتخب مصر أحسن استغلال لما من هجمة مرتدة قدر يجيب هدف من أحلى أهداف مصر في البطولة في التاريخ. مرتدة مثالية بدأت من أحمد حسن واتنقلت بين طارق مصطفى ومحمد عمارة وحازم إمام وحسام حسن. في الواقع يعني كل لعيب فيهم وصلته الكرة اتصرف فيها التصرف الأمثل في الهجمة دي عشان تنتهي النهاية اللي حضرتك شايفها دي. وما اعتقدش فيه وصف يقدر يوصف شعورك وانت بتشوف منتخبك بيأكد وصوله لنهائي بطولة كانت المفترض انها تكون كارثية بس طلعت بطولة أسطورية وبهدف من أجمل الأهداف اللي ممكن تشوفها لمصر. الناحية التانية من نص النهائي كان منتخب جنوب أفريقيا بيفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية 2-1 والجولين اللي جابهم مكارسي نجم منتخب جنوب أفريقيا عشان يوصل للهدف السابع بالتساوي مع حسام حسن وينافسوا بقوة على لقب هداف البطولة اللي اتقسموا الاتنين بنفس الرصيد من الأهداف. صعدنا للنهائي وهنقابل حامل اللقب اللي فات والمرشح الأول للفوز وهو في أفضل حالاته بعد ما خرج المغرب القوي جدا من دور الثمانية وأقصى الكونغو من قبل النهائي. مباراة صعبة وعصيبة وحتى لو خسرنا فاحنا حققنا إنجاز ما كناش نحلم بيه، لكن الحلم بيتحقق حرفيا أول 3 دقايق لما أحمد حسن شاط صاروخ معرفش غيرت اتجاهها إزاي ورشقت في شباك منتخب جنوب أفريقيا عشان بعدها ب10 دقايق ومن فاول متدربين عليه وحافظينه من الجوهري
بيتقدم منتخب مصر بالهدف الثاني في الدقيقة 14. بعد ربع ساعة من بداية النهائي مصر متقدمة 2-0. بداية زيها زي مسيرة البطولة ما توقعهاش أقصى المتفائلين. وقدر منتخب مصر إنه يحافظ على النتيجة دي لحد نهاية المباراة، على الرغم من محاولات جنوب أفريقيا المستمرة في الرجوع. وفي الآخر المنتخب اللي الإعلام شكك فيه والخبراء قللوا منه والناس كانت شايفة إنه رايح يتمشى ويرجع، هو نفسه اللي شال الكاس. منتخب اتهاجم مدربه واتقال عليه متحفظ وقديم ومش مناسب للمرحلة، ولاعب اتهاجم اختياره من الأساس واتقال عليه خلص كورة، هو اللي وقف وفي الآخر رفع لقب الهداف. محمود الجوهري وحسام حسن وجيل كامل محدش كان حاطط عليه أي أمل، كتبوا تاريخ باسم مصر. وعشان كده اللي حصل في بوركينا فاسو 1998 مش مجرد بطولة، ده كان معجزة كروية بكل المقاييس، لأن كل المعطيات قبلها كانت بتقول إن النجاح مستحيل. بس الكورة دايما ليها رأي تاني. وفي النهاية لو عجبك الفيديو أو المحتوى اللي بيتقدم اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. شكرا واشوفكم على خير.